اسمع معايا التراك ده كده. ما كانش بإيدي أضيع وأتوه ما كانش بإيدي. انت متخيل ايه اللي بيحصل لما تقعد تسمع الكلام ده مرة في التانية، ويا حبذا كمان لو في وقت انت حاسس فيه بالضياع والتوهة؟ انت عقلك بيترجم ان اللي انت محطوط فيه دلوقتي ده حاجة مش بيدك انت خالص، ومالكش يد انك تغيرها. وده اللي الشيطان عايزه. الشيطان عايزك تحبط، عايزك تحس باليأس، عايزك تحس ان الامر بره عنك، عايزك اول حاجة تفكر فيها ده شوف طيب ربنا ليه يا ابن ربنا يسيبك تبقى في اللي انت فيه ده، وكأن انت ما خدتش قرارات، كأنك ما اخترتش اختيارات الوقت اللي فات، كأن انت ما عملتش اي حاجة تخليك واقف في الحتة دي دلوقتي، كأنه الامر كان توتالي بره عنك انت. والامر حتى لو افترضنا ان انت حصل لك ظلم مش بايدك، بس الحاجه دي بتاخدك لحته او بتحطك في اقتناع انه انت كمان مش بايدك حاجه تعملها علشان تطلع منها. خلاص اصل ايه هتعمل ايه؟ ده حاجه بره عنك، فانت ليه هتحاول وتعافر علشان تحاول تطلع من التوهه اللي انت فيها دي؟ ما خلاص الامر بره عنك، ربنا لو عايز يطلعك منها هيطلعك، مش عايز يطلعك منها ما يطلعكش. فبليز ركز انت بتسمع ايه، ركز انت بتغذي عقلك بايه، لان هحط لك مقالة تحت في الكومنتس بتأكد لك على تأثير الأغاني على قراراتنا وحياتنا والمايند سيت اللي بنتعامل بيه مع الأمور.